تسجيلات بحر العيون بالتعاون مع موقع ملك التسجيلات الصوتية تقدم طعن الروافض السبائية في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إيران، وهي ما تسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقتنا الحاضر، وهي في الأساس الجمهورية الرافضية السبائية تحت غطاء الإسلام. وقد انتشر في هذه الدولة الرافضية ما يدعون بأنها صور للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي حقيقة تلك الصور ومن أين أتت؟ Van religieuze figuren. Who is he? This is the Prophet Muhammad. This is the Prophet Muhammad with a volume of Quran in his hand and holding one finger showing that there is only one God, Allah. So whenever you see a figure like that with a book, that's Muhammad. She says there's a Quran in his hand, so that's the Prophet. Yeah. And this? This is Imam Ali, the first Imam of the Shiites. Imam Ali, the first Imam of the Shiites. So he was Muhammad's son-in-law. Son-in-law as well as cousin. What we got here, who would he be? Or she? What we got here, who would he be? Or she? It's almost like a woman. This is a he. Actually, recently I've seen this during the last 3-4 years. They said this is the Prophet Muhammad when he was a young person at the age of 17, 18. In Iran betaalt je de profeet met Khomeini. دعونا نذهب لنرى ما هي تلك الصور التي يدعون أنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان بالصغر، وما هي حقيقة تلك الصور. وعند بحثنا للتأكد من حقيقة هذه الصور وما يدعونه هؤلاء الروافض السبائية عليهم من الله ما يستحقون، اكتشفنا أن هذه الصورة تعود إلى مصور ألماني يدعى لينارد، وقد قام بتصوير هذه الصورة عام 1905-1930 للميلاد، وقد التقطها في تونس، وهي واحدة من مجموعة من الصور التي قام بالتقاطها لمجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الهوية الجنسية، والذين هم في الأساس من الرجال ولكن ميولهم إلى النساء أكثر. فنحن لا نستغرب مثل هذه الأفعال ممن أباحوا واستباحوا تغيير الجنس. ولمن أراد التأكد من حقيقة ما نقول، عليه التوجه إلى محرك البحث جوجل وكتابة لينارد أند لاندروك، وسوف يظهر في البحث ما قد أوضحناه لكم في السابق. إذن فما هذه الكذبة التي يدعونها هؤلاء الروافض وينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، إلا كما يفعل هؤلاء النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام. وذا عبد النساء هناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبذاء وحنوا رقابهم فلم تشكو الهوان والانحناء إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها